ازيكم يا جدعان؟ استنى كده اصبر. كنت قاعد في المحل، فجت في دماغي ان انا اعمل فيديو كده بسيط، فاتكلم كده ببساطة وندردش يعني شوية. فكرة الفيديو ببساطة، الواحد يعني في فترة كان تعبان خالص. ف وانا قاعد كده افتكرت يعني يا لهوي، طب ما انا كنت طيب مثلا وجسمي بصحة حلوة وجسمي تمام وعقلي تمام. تعب ابن لذينه كنتش مثلا اكل طعم الأكل، حاجة استغفر الله العظيم، حاجة صعبة. الشرب نفس الكلام، أي حاجة مش قادر أتحرك، تعبان. فقعدت طب ما الأيام اللي فاتت ما كنت نقدر نتحرك، وين الأيام لما كنت نتحرك ونروح ونعمل تمارين ومش عارف إيه والحاجات دي. فافتكرت والله إن الواحد يعني مقصر مع ربنا، مهما يعمل أكيد مقصر مع ربنا. من ناحية إن الواحد ما يحمدش ربنا كتير، ما يصليش صح زي ما ربنا قال لي، ما يعملش حاجات كتير المفروض إن هو يعملها. افتكرت كل نعمة ربنا أنعمها علي واستخدمتها في حاجات غلط. عيني مثلا، وداني سمعت مثلا أغاني، عيني شافت حاجات غلط، بقي قال حاجات غلط. طبيعي إن بشر، مفيش بني آدم معصوم. فافتكرت يعني ربنا أديك نعم وأنت تستخدمها إزاي. ممكن برضه تستخدمها، يعني مش الكلام يقول لك أنت 100% تعملها كلها غلط، لا، ممكن تستخدم حاجات غلط. فافتكرت برضه أهلنا في غزة، إن الواحد الحمد لله هنا هيقدر ياكل، يقدر يشرب الحمد لله من نعم ربنا، يقدر يتحرك. لما يتعب يقدر يروح للدكتور واثنين وثلاثة، وأغلبنا كده، معظمنا كده. أنا لما بصير في الدكان ففي ناس جبالي ماشية بتاع معلش. المهم، بس فافتكرت إن كل المقومات الحياة مفيش مع الناس اللي عايشة في غزة. يعني تخيل كده، طفل ما يلاقيش لبن يرضع، راجل كبير ما يلاقيش علاج، ست ما تلاقيش أكل، رجالة ما تلاقيش أكل. بس فتبص ليهم، ما عندهمش أي مقومات الحياة، أنت عندك هنا. فدي نعمة تحمد عليها ربنا، وابتلاء ليهم، وإن شاء الله يعني ربنا يثبتهم ونعم الجنة أكيد. وجهاد في سبيل الله أكيد طبعا، عارضهم وعارضهم لو مع كفار برضه. مش هنقدر نتكلم أو نكون حق. بس فالواحد يعني يستحق كل يوم يحمد ربنا. ما تنساش انك تحمد ربنا ان انت قادر تتكلم، قادر تسمع، قادر تشوف، قادر. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مهما تعد نعم ربنا مش هتقدر تحصيها. بس والحمد لله. حابب نشكركم ان احنا وصلنا 605 604، مش فاكر كم الف. كم الف يعني، كم متابع. يلا نوصل الافات، يعني الاستمرار والثقة في الله نوصل ان شاء الله. اغلب اللي هيشوفونا اصلا كده كده مش مشتركين، فلو حابب تشوفنا تاني اشترك في القناة، نوصل 1000 مشترك، وبعدين 1000 2005 و100 ونظبط الكلام. وبس، ادعوا لي، متنساش تدعوني وتدعوا لاهلنا في غزة، المسلمين اجمعين، وادعي لنفسك وادعي لي وادعي هم، واحمد ربنا. اخواتنا يا جدعان والله.